عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة مع بعض هنعمل وصفة السمك السنجاري بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقة ونشوف المقادير. طريقة السمك السنجاري يا جماعة، احنا معانا هنا سمك، ده سمك تونة او ماكريل زي ما بتسموه، ايا كان ايه هو. انا جبته طبعا، فصلت الراس بتاعته وفتحته بالشكل دوت وغسلته كويس جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. احنا بقى هنا معانا ايه التتبيله بتاعته ديت، هريسه اللي احنا عاملينها مع بعض، وحطيت عليها فصين توم، وهحط دلوقتي شويه ملح وشويه كمون. هحط لها شويه ملح وشويه كمون، مش هكتر الملح، حاجه بسيطه، وشويه كمون، وهقلب كل دوت مع بعضه كده. وطبعا انا حطيت شويه زيت عشان ايه السمكه تبقى محطوط لها شويه زيت بسيط، على ان هي مش دسمه قوي، طبعا على حسب الكميه اللي انتي هتجيبيها. انا معايا بقى هنا ده ورق فويل ومعايا صينيه، هشيل كده السمكه كده، حطيتها في الورق الفويل بتاعها. هبتدي بقى ايه اقفل عليها كده، بالشكل ده. وهنزل بقى عليها بالتتبيله. هي ما بتاخدش على فكره في الفرن 3/4 ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هفرد عليها كده التتبيله بالشكل ده كده. طريقته سهله جدا وهو مغذي قوي، بس طبعا بالنسبه للاطفال مش هيرضوا ياكلوه، عشان الهريسه دي بتبقى حراقه شويه. فلو ممكن هريسه اللي هو الفلفل الاحمر العادي دوت، ممكن الهريسه ديت عادي هياكلوها عادي اهي بالشكل ده. طبعا بقى ايه هرفعها كده انا شلتها من ورق الفويل عشان ارش شويه ملح، عشان تبقى ايه برضو ايه متملحه من فوق ومن تحت. وهحط برضو ايه سنه هريسه كده بسيطه، بس انا قلت ايه اخد الشكل بتاعها الاول في ورقه الفويل، وبعد كده ايه هنزلها تاني اهي. ممكن نرش لها شويه زيت تاني، بس السمك دوت ما بيتحطلوش ليمون يا جماعه، مش ده اللي بيتحط له ليمون، يعني مش دي التتبيله اللي بيتحط لها ليمون. اللي هو بالزيت والليمون دوت بيتحط له زيت وليمون بس وملح، لكن دوت اللي هو السنجاري دوت بيتحط له اللي هي التتبيله دي بس. وفي ناس بتحشيه طماطم وبصل وخضره كده. هدخلها بقى الفرن تلت ساعه تستوي واوريها لكم. ادي السمك يا جماعه السنجاري بعد ما طلع بعد تلت ساعه من الفرن بقى بالشكل دوت. اتمنى بقى ان هو يعجبكم، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اكلات ديدي ونانا. السلام عليكم.